نبدأ بمناسبة النسخة الثالثة لمنتدى الدولي كروس مونتانا. طبعا هاي النسخة بالنسبة لجهة وادي الذهب نحن ننتظر منها الكثير، خاصة في إطار التنمية الاقتصادية لهذه الجهة، لأن هذه النسخة حسب ما سمعنا وحسب تطلعات الرأي العام يشارك فيها ما يقارب من 200 مستثمر، وهذه 200 مستثمر إن شاء الله تكون بنفعها على هذه الجهة، خاصة في المشاريع التنموية، لأن هذه الجهة جهة واعدة وتحتوي على مؤهلات سياحية سواء على مستوى الصيد البحري أو على مستوى الفلاحة أو على مستوى السياحة، لأنها ينقصها نوع من الحكمة ونوع من التأطير ونوع من التمويلات لهذه المشاريع، ومن أجل كذلك تشغيل الشباب حاملي الشهادات والشباب المعطلين. نحن ننتظر منها الكثير إن شاء الله، وكذلك تعتبر وجهة لجهة الداخل وادي الذهب على مستوى العالمي وعلى المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي كذلك، بما تحتله هذه الجهة من امتياز على مستوى أقاليم المملكة، سواء في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي.